السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى متابعين. اليوم إن شاء الله غادي نهضر في نفس الموضوع ديال السياسة والانتخابات، وفي نقطة جديدة إن شاء الله نحاولوا نعطيو فيها وجهة النظر ديالنا ونبسطوها من الزاوية اللي كنشوفوها حنا. النقطة ديال اليوم واللي تيسولوا عليها بزاف ديال الناس هي علاش في الانتخابات كيفوزوا فيها الأحزاب اللي عندهم الفلوس، وماشي الاحزاب اللي عندهم يعني كفاءات وبرامج قويه. صراحه الجواب على هذا السؤال ماشي بسيط بهذه الطريقه هذه اللي كنشوفوا، ولكن غادي نحاولوا نجاوبوا عليه بشكل مبسط ونعطيو امثله من الواقع ان شاء الله تعالى. اذا السبب الاول هو شراء الاصوات. كما كتعرفوا في بعض المناطق ولا اغلب المناطق، يعني خصوصا النائيه واللي فيها الفقر بزاف، كتلقى المنتخبين داخلين على الحمله الانتخابيه وفي يديهم يعني واحد البيدجي كبيره، واحد الميزانيه كبيره. الشيء اللي تيخليهم يشريو الاصوات، يعني تيعطيو فلوس بشكل مباشر او لا بشكل غير مباشر، بحال مثلا القفة رمضان، بحال خدمات شخصيه يعني تقدير غوارض في الاداره وكذا وكذا، او وعود بقضاء اغراض الى غير ذلك. الشيء اللي كيخلي يعني الناس ديال هذوك المناطق كيرتبطوا يعني بالشخص، بهذاك الشخص اللي قدم لهم هذيك الخدمه او عطاهم دوك الفلوس، عوض انهم يقتنعوا بواحد الشخص مثلا اللي واعي وعنده برنامج سياسي قوي وعنده كفاءه. السبب الثاني هو قله الوعي السياسي. بزاف ديال الناس ما كيقراوش البرامج الانتخابيه او الصلاحيات ديال الاحزاب او الدور ديال هذا المرشح او ذاك. كيعرفوا غير ان هذاك الشخص من القبيله ديالهم او عندهم علاقه به، او كيصوتوا عليه غير حيت كيعرفوه. الشيء اللي كيخلي ان الاصوات كتمشي للعلاقات، يعني ماشي الكفاءات. وكاين سبب اخر اللي حتى هو عنده تاثير، هو الحملات الاعلانيه او الاعلام. يعني الاحزاب اللي عندها فلوس وعندها ميزانيه كبيره كتقدر تستافد يعني من الاشهار ومن الحملات الاعلانيه في فيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في الاعلام العمومي. على غير ذلك الاحزاب يعني اللي ما عندهاش يعني ميزانيه وما عندهاش امكانيات كتبقى محدوده، يعني الصوت ديالها ما تيوصلش. وهذا الكلام هذا ما جبتوش من راسي، حيت كاينين الامثله في الواقع، مجموعه يعني من الجمعيات او مواطنين اشخاص عاديين وثقوا يعني بزاف ديال الحالات ديال شراء الاصوات في بعض المناطق، ولا داعي لذكر اسم الاحزاب. يعني وثقوا هذه الحالات هذو ديال شراء الاصوات. والدليل هو انك كتلقى نفس الشخص في هذوك الدوائر منذ 20 ولا 30 ولا 40 سنه، ونفس الشخص كيعاود يترشح وكيعاود ينجح. وهذا دليل واضح يعني على هذه القضيه اللي قلت هذه، ان يعني حيت عنده الفلوس باش كينجح، ماشي حيت عنده كفاءه او عنده برنامج قوي. وفي الغالب هذوك الجماعات اللي تتلقى فيهم هذا الشكل كتلقى ما كيتزاد فيهم والو، طوبه وحده ما كتزادش، كتبقى دار لقمان على ما معلوم، حيت الشخص كيخرج فلوس بزاف ما تسناش منه زعما يخدم. وفي الاخير المسؤوليه راه كتبقى مشتركه بين الاحزاب وبين حتى المواطنين. يعني الاحزاب اللي كتعطي الرشوه باش تنجح، والمواطنين اللي كياخذوا ديك 200 درهم، حيت الصوت ديالك راه اقوى واغلى يعني من ديك 200 درهم او العلاقه الشخصيه او القبيله. يعني الانسان خصو يفكر مزيان الا كان كيصوت انه يختار يعني حزب او شخص اللي عنده برنامج قوي وعنده كفاءه، ماشي يبيع الذمه ديالو يعني بثمن بخس 200 درهم ولا 300 درهم. هذا ما كان الخوت. وبطبيعه الحال حتى الناس اللي ما تتصوتش راه ربما حتى هي راه كتعبر عن الراي ديالها بهذيك الطريقه، وكل واحد راه عنده مسؤوليه ديالو في جميع الاحوال.